هو ايه اللي بيخلي الدولة قوية؟ الزراعة ولا الصناعة؟ يعني مثلا لو انت بقيت رئيس وبتحكم دولة، تهتم بالزراعة عشان توفر اكل للشعب بتاعك، ولا تهتم بالصناعة عشان تصنع اسلحة للجيش بتاعك؟ فكر بقى وقولي في التعليقات هتعمل ايه. ولو انت بقى مش عاوز تفكر، بسيطة، ده بقى موضوع حلقتنا، ويلا بينا بقى نبدأ ونقول بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة تانية ثانوي في كل مكان، معاكم مستر محمد فتحي. وتعالوا بقى نتكلم على تالت درس جغرافيا في الوحدة التالتة الترم التاني بعنوان التنمية الصناعية. بص بقى، التنمية الصناعية دي بنعتبرها ترمومتر، بس مش بنقيس بيه الحرارة، ده بنقيس بيه مدى تقدم الشعوب وازدهارها. يعني من خلال الصناعة أقدر أحكم على الشعب ده متقدم ولا حكايته على الله. طب إزاي بقى؟ ما أنا هقولك. تعد التنمية الصناعية مقياسا رئيسيا لتطور الشعوب وازدهارها. طب ليه بقى؟ حيث أن الصناعة الحديثة تأخذ بالأساليب العلمية وتطبيق الأبحاث والتجارب العلمية في الاختراع. يعني عشان تقول إن عندك صناعة حديثة واللي انت بقى متقدم وفورتيكا وجامد قوي، لازم تكون بتأخذ بالأساليب العلمية وبتطبق الأبحاث والتجارب العلمية وتعمل اختراعات. وبكده هيحصل ايه؟ تطوير وتحديث المنتجات الصناعية بشكل مستمر. والكلام ده بيحصل بس في الدول المتقدمة، تلاقي كل شوية المنتجات بتتطور بسرعة. ليه؟ بيأخذوا بالأساليب العلمية وبيعملوا أبحاث وتجارب واختراعات، فتلاقي كل شوية ينزل نسخة جديدة من المنتج. انما الدول بقى اللي هي حكايتها على الله، يا دوب تعمل منتج واحد وتفضل تكرره طول العمر بدون اي تحديث او تطوير. تعالوا بقى نتكلم على الصناعة وأسس تصنيفها. استنى بس، الأول كده يعني إيه صناعة؟ يعني تحويل المواد الخام من صورتها الأولية إلى صورة أكثر ملائمة لحاجات الإنسان ورغباته. يعني مثلا لو إحنا زرعنا قطن، القطن بقى موجود معانا، بنقول عليه مادة خام، مش هقدر استخدمه، لازم أوديه المصنع بتاع الغزل والنسيج، فيحول القطن من صورته الأولية اللي هو عليها كده إلى صورة تانية انه يبقى خيوط وبعد كده قماش، وبكده هيكون ملائم لحاجات الانسان ورغباته. نعمل بقى منه ملابس. طب واحنا مستنيين ايه بقى؟ ما نشتغل بالصناعة وننتج ونبيع ونكسب. استنى بس، عشان تشتغل بالصناعة في حاجات ربنا خالقها لازم تكون موجودة، بنقول عليها المقومات الطبيعية اللازمة لقيام الصناعة. ودي ايه دي؟ ما انا هقولك. لازم يكون عندك مواد خام، اللي هي المواد اللي هحولها لصورة تانية عشان استخدمها، ودي ممكن تكون معدنية، معادن يعني، أو زراعية، محاصيل زي القطن اللي لسه قايلك عليه من شوية، أو حيوانية زي الجلود بتاعت الحيوانات، ما ينفعش استخدمها إلا لما أحولها لصورة تانية. وكمان لازم يكون في مصادر طاقة عشان أشغل المكن بتاع المصنع، سواء كانت مصادر طاقة غير متجددة زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي، أو مصادر طاقة متجددة زي الطاقة الكهرومائية أو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. وكمان الموقع المتميز، المكان اللي هعمل فيه صناعة لازم يكون موقع متميز عشان أقدر أصدر المنتجات بتاعتي لكل الأماكن وتوصل بقى للأسواق المختلفة وتتباع. وبكده نقدر نقول إن الصناعة بتاعتنا تكون صناعة ناجحة. على فكرة بقى، الصناعة تعد من أهم الأنشطة الاقتصادية، وهي المحرك لعملية التنمية. يعني عارف القطر، العربية الأولى اللي بيكون فيها السواق اللي بتمشي وتجر باقي العربيات بتاعة القطر، الصناعة عاملة زي أول عربية. يعني نقدر نقول إن تعد الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية. ليه يعني؟ اشمعنى؟ ما أنا هقولك، اصبر بس. لأنها ترتبط بروابط قوية مع القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الزراعة والخدمات. يعني لو أنت شغال بنشاط الزراعة مثلا، فالآلات الزراعية بتجيبها منين؟ عن طريق الصناعة. طب لو انت شغال في مجال الخدمات زي مثلا مجال الصحة، الأدوية والأدوات الطبية بتجيبها منين؟ عن طريق الصناعة. طب وإيه كمان؟ الصناعة بتوفر فرص عمل كتيرة، وبكده هتقلل البطالة. طب وإيه كمان؟ الصناعة وسيلة مهمة لنقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية. يعني لو انت عندك عمال شاطرين، هتجيب لهم آلات حديثة من دولة تانية وتشتريها عشان يشتغلوا بالصناعة. وطالما عندك صناعة جميلة وكويسة، أكيد ده هيجذب الاستثمارات الأجنبية. رجال الأعمال اللي معاهم فلوس هيجي يعملوا عندك مشروعات. فطالما عندك صناعة هيحصل عندك تنمية اقتصادية. وبما ان الصناعات كتير ومتنوعة، فقلنا نعمل ايه؟ تعال اكلمك على اسس تصنيف الصناعة.
الصناعة على مستوى العالم بتصنف إلى 4 تصنيفات، تعال بقى أكلمك عليهم واحدة واحدة. أول تصنيف حسب المادة الخام الداخلة في الصناعة، يعني في صناعات زراعية هستخدم فيها محاصيل، وفي صناعات حيوانية هستخدم فيها منتجات حيوانية زي اللحوم والألبان والجلود والصوف، وفي صناعات معدنية هستخدم فيها معادن. تاني تصنيف حسب خصائص منتجات الصناعة، يعني المنتج النهائي من الصناعة هستخدمه في ايه؟ في صناعات استهلاكية زي الصناعات الغذائية اللي هو الأكل والشرب، وكمان صناعة الملابس الجاهزة، كل ده بنقول عليه صناعات استهلاكية، حاجات انت بتستهلكها. انما في صناعات انتاجية زي الآلات مثلا هستخدمها في الانتاج مش في الاستهلاك. تالت تصنيف حسب حجم الصناعة وتكلفتها، في صناعات خفيفة يعني مثلا زي قصب السكر لما احوله لسكر ده مش بيكلفنا كتير فبنقول عليه صناعات خفيفة. انما في صناعات ثقيلة زي صناعة الحديد والصلب بيكلفنا كتير جدا. رابع تصنيف حسب طبيعة النشاط الصناعي، يعني مثلا في صناعات استخراجية يعني لو هتحفر في باطن الأرض وتستخرج المعادن، وفي صناعات تحويلية لو هاخد المادة الخام أحولها لصورة تانية زي الحديد لما صنع منه عربية، أنا كده حولته من صورة لصورة تانية فبقول عليها صناعات تحويلية. الأربع تصنيفات دول بقى بيتشابكوا مع بعض في أي صناعة على وجه الكرة الأرضية. تعالوا بقى ناخد مثالين نوضح بيهم الموضوع بكل سهولة. أول مثال صناعة السكر، حسب أول تصنيف اللي هو المادة الخام الداخلة في الصناعة فبنستخدم فيها محصول قصب السكر، يبقى صناعات زراعية. وحسب تاني تصنيف خصائص منتجات الصناعة فاحنا بنصنع سكر، السكر ده مواد غذائية حاجة بناكلها ونستهلكها، يبقى صناعات استهلاكية. وحسب تالت تصنيف حجم الصناعة وتكلفتها فتحويل القصب إلى سكر مش بيكلفنا كتير فتبقى صناعات خفيفة. وحسب رابع تصنيف طبيعة النشاط الصناعي فاحنا بنحول القصب من صورة إلى صورة أخرى اللي هو يبقى سكر، يعني صناعات تحويلية. طب ناخد مثال تاني، صناعة الحديد والصلب، حديد هحط عليه منجنيز عشان يبقى حديد وصلب. يلا بينا. حسب أول تصنيف المادة الخام تعتبر صناعات معدنية لأنهم معادن. طب حسب تاني تصنيف خصائص منتجات الصناعة، الحديد والصلب ده بيدخل في صناعة الآلات والقطارات فده يعتبر صناعات إنتاجية. طب حسب تالت تصنيف حجم الصناعة وتكلفتها، صناعة الآلات والقطارات والحاجات بتاعت الحديد والصلب مكلفة جدا فبنقول عليها صناعات ثقيلة. طب حسب رابع تصنيف طبيعة النشاط الصناعي، احنا هنا بنحول الحديد لصورة تانية وهو الحديد والصلب، نعمل منه بقى آلات قطارات حديد تسليح، يعني بحوله لصورة تانية فده يعتبر صناعات تحويلية. بس كده. تعالوا بقى ناخد سؤال نحبس بيه ونرجع نكمل مرة تانية. يظهر التشابه بين الصناعات التالية من حيث الخصائص في المجموعة ايه، يعني التصنيف التاني اللي هو خصائص المنتجات الصناعية، صناعات استهلاكية ولا صناعات انتاجية؟ يلا بينا نروح على الاختيارات ونشوفهم واحدة واحدة. ألف تعبئة التمور، التمور دي حاجات هناكلها استهلاك يعني تبقى صناعات استهلاكية. والملابس القطنية الملابس عامة بنستهلكها تبقى صناعات استهلاكية. انما استخراج ملح الطعام، ملح الطعام اوعى تقولي بنستخدمه في الاكل يبقى استهلاك، لا، ملح الطعام مش بنستخدمه في الاكل بس، كمان بنصنع منه الادوية فيبقى كده صناعات انتاجية، فيبقى كده مش متشابهين، تبقى ألف غلط. طب ب صناعة السيارات، السيارات بنستهلكها تبقى صناعات استهلاكية. وتجميع الطائرات، الطيارات برضو بنستهلكها في السفر فتبقى صناعات استهلاكية. انما استخراج البترول عامل زي ملح الطعام بنستخدمه في الصناعات التانية عشان نشغل بقى المكن بتاع المصانع فيبقى كده صناعات انتاجية، برضو مش متشابهين، يبقى به غلط. طب جيم دبغ الجلود، يعني اجهز الجلود عشان اصنع منها بقى جاكيت شنطة فكده يعتبر صناعات انتاجية. والملابس الصوفية قلت لك الملابس عامة استهلاكية. وتعبئة التمور اكل وشرب يبقى صناعات استهلاكية، برضو مش متشابهين، يبقى جيم غلط. كده الإجابة خلاص عرفناها إنها دال. بس تعالوا نشوف كده ليه. الآلات الزراعية بتساعدني في الإنتاج الزراعي تبقى صناعات إنتاجية. وحفرات الأنفاق بتساعدني إن أنا أحفر أنفاق، وحفر الأنفاق ذات نفسه ده يعتبر الإنتاج بتاعي، فكده حفرات الأنفاق
تعتبر صناعات إنتاجية، والمعدات الصناعية اللي هي الآلات اللي بستخدمها في المصنع عشان أنتج بقى بضايع، فدي تعتبر صناعات إنتاجية. التلاتة هم متشابهين، كلهم صناعات إنتاجية. بس كده. تعالوا بقى نتكلم على حاجة تانية، وهي الأقاليم الصناعية في العالم. يعني أكبر مناطق في العالم فيها صناعة. نجيب بقى الخريطة بتاعت العالم. طبعا احنا بقينا متعودين أول ما نشوف أي خريطة أول حاجة نعملها نروح لمفتاح الخريطة عشان نفهم إيه معنى الألوان دي. اللون الموف إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، أهو فوق أهو. تاني لون اللي هو اللون الأخضر ده إقليم غرب ووسط أوروبا، أهو في قارة أوروبا. تالت لون اللي هو الأورنج إقليم روسيا وأوكرانيا، أهو في جزء منه في قارة أوروبا وجزء في قارة آسيا. لو أنت بقى واد ابن بلد دقرم ومفتح هتقولي إزاي إقليم روسيا وأوكرانيا؟ الاتنين مدورين الضرب في بعض وفي حرب ما بينهم. ما أنا هقولك اللي فيها. روسيا وأوكرانيا الاتنين كانوا صحاب قوي وحبايب، يصنعوا مع بعض، يقعدوا ياكلوا ويشربوا مع بعض لحد ما دخل الشيطان ما بينهم. طبعا أنت عارف مين الشيطان، مش محتاج أقولك عشان هاخد حذر. فاختلفوا مع بعض ودوروا الضرب في بعض وقامت حرب ما بينهم. اللون الرابع اللي هو الأزرق ده إقليم شرق آسيا، أهو عند الصين وفي حتة منه في الهند. ده كده أكبر مناطق صناعية في العالم. طب إيه الكور الحمراء التانية دي؟ دي مناطق صناعية حديثة، يعني مناطق لسه فيها صناعة كده، لسه شغالين بالصناعة وبيقولوا بسم الله. زي هنا في قارة أستراليا ناحية الجنوب الشرقي، وكمان في قارة آسيا ناحية الجنوب الشرقي، وفي قارة أفريقيا هنا مصر وهنا جنوب أفريقيا، وكمان غرب أمريكا الشمالية وشرق أمريكا الجنوبية. طيب احنا كده عرفنا الخريطة. تعالوا بقى نطلع بشوية ملاحظات من الخريطة. نلاحظ ان اكبر اقاليم صناعية في العالم هو اقليم شمال شرق الولايات المتحدة، واقليم غرب ووسط اوروبا، واقليم روسيا واوكرانيا. الثلاث مناطق دول بيمتدوا في العروض الوسطى، يعني شمال مدار السرطان، وبيطلق على الثلاث مناطق دول نطاق القوة المحركة باور بيلت، اللي بيمتد من غرب نهر المسيسيبي في قارة أمريكا الشمالية وحتى جبال الأورال شرق دولة روسيا. طب ليه بقى بنسميه نطاق القوة المحركة؟ لأن الثلاث أقاليم الصناعية دول بيستهلكوا كمية طاقة كبيرة جدا، بتوصل إلى 90% من جملة الطاقة بتاعت العالم كله، فحم وبترول وغاز طبيعي وطاقة كهربائية وطاقة نووية وكل حاجة شغالين الله ينور، والكلام ده بيحصل كل سنة. طب وليه بيستخدموا طاقة كتير قوي كده الثلاث مناطق دول؟ لأن نطاق القوة المحركة بينتج معظم إنتاج العالم من الصناعات الثقيلة، الحاجات بقى اللي بتحتاج طاقة كتير ومعادن كتير، زي الحديد والصلب والآلات والسيارات والقطارات والطائرات والصناعات الميكانيكية والكيماوية وأي حاجة تسمع عنها، زي ما بيقولوا كده من الإبرة للصاروخ. بكده نكون خلصنا كلام عن الأقاليم الصناعية في العالم. تعالوا بقى ناخد سؤال نحبس بيه ونرجع نكمل مرة تانية. تضم الأقاليم الصناعية الكبرى في قارات العالم القديم عدة دول، منها إيه؟ افتكر بقى قارات العالم القديم اللي هي قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا. في دولة موجودة في الاختيارات بتقع في الأقاليم الصناعية الكبرى في الثلاث قارات دول. من الآخر يعني عايزين دولة في إقليم وسط وغرب أوروبا أو إقليم روسيا وأوكرانيا. طبعا مفيش روسيا ولا أوكرانيا، يبقى نشوف دولة في إقليم غرب ووسط أوروبا. ألف ألمانيا، طبعا ده ألمانيا من أقوى الدول الصناعية في أوروبا، تبقى هي دي الإجابة. إنما ب إيطاليا لا، مش شغالين بالصناعة. وجيم أستراليا ده لسه بيقولوا بسم الله كده وشغالين في الصناعة، وكمان مش من قارات العالم القديم فتبقى غلط. ودولة جنوب أفريقيا برضو نفس الكلام، لسه بيقولوا بسم الله ويشتغلوا في الصناعة. بس كده احنا اتكلمنا عن الصناعة في الدول المتقدمة. تعالوا بقى نتكلم على الصناعة في الدول النامية. حاليا بيشهد الانتاج الصناعي العالمي تحول تدريجي من البلدان المتقدمة الى البلدان النامية. يعني رجال الاعمال اللي معاهم فلوس وبيعملوا شركات، بدل ما يروحوا يعملوها في الدول المتقدمة لا، هيروحوا يعملوا الشركات والمصانع بتاعتهم في الدول النامية. طب ليه بقى؟ ايه الهدف من كده؟ ما الناس دي مش بتعمل حاجة لله، اكيد في استفادة. طبعا في استفادة، للاستفادة من توفر المادة الخام والعمالة الرخيصة. الدول النامية فيها المواد الخام اللي هما محتاجينها، بدل ما يشتروها وينقلوها للدول المتقدمة ويدفع فلوس النقل، لا، يروح يعمل المصنع في المكان اللي فيه المادة الخام، وبكده وفر فلوس النقل، وكمان هيستفيد من العمالة الرخيصة
العمال في الدول النامية مرتباتهم قليلة غير الدول المتقدمة. طب وهيستفيد من ايه كمان؟ البنية الأساسية الجيدة. الدول النامية بتعمل بنية أساسية عشان تجذب الاستثمارات الخارجية، فيستفيد من الموضوع ده. طب ويستفيد من ايه كمان؟ النفقات الاجتماعية الأقل، إن الناس في الدول النامية نفقاتها أقل، مصاريفها أقل، فطبعا هيكون مرتباتهم أقل. طب وهيستفيد من ايه كمان؟ الأسواق الكبيرة في بعض الدول النامية. الدول النامية بتشتهر ان عدد سكانها كبير، وطالما السكان كتير يبقى في اسواق كبيرة، ناس كتير بقى هتشتري المنتجات بتاعتهم، فبدأوا يروحوا يفتحوا مصانع في الدول النامية. طب والدول النامية هتفضل قاعدة ساكتة كده دول يتحكموا فيها؟ هتعمل ايه؟ لا طبعا. الدول النامية سعت منذ حصولها على استقلالها الى تحويل اقتصادها من الطابع الزراعي او الاستخراجي إلى الطابع الصناعي. الدول النامية لما كانت تحت الاستعمار أو الاحتلال كان اقتصادها بيعتمد على الطابع الزراعي، تزرع بس أو تستخرج معادن وبترول وتبيعه بس. لكن حاليا بعد ما استقلت بدأت بقى تسيب الكلام ده كله وتتحول إلى الصناعة، بمعنى إنهم بدل ما يبيعوا المحاصيل والمعادن مواد خام زي ما هي، لأ يصنعوها الأول، وبكده هيكسبوا أكتر للحاق بمصاف الدول الصناعية المتقدمة، وذلك لعدة أسباب. رقم 1، معظم الدول النامية دول زراعية، وتصنيع المنتجات الزراعية يزيد من دخل الدولة، لأن المنتج الزراعي المصنع أغلى سعرا في الأسواق وإمكانيات تصديره أكبر. معنى الكلام ده كله إن الدول النامية اللي هي الفقيرة أصلا دول زراعية بتعتمد في اقتصادها على الزراعة، فلما تصنع المنتجات الزراعية أكيد هتكسب أكتر. يعني مثلا لو زرعوا قطن هيبيعوه مواد خام بسعر رخيص، إنما لو صنعوه بقى ملابس هيكون سعره أغلى، وكمان إمكانيات تصديره أكبر. ده الناس كلها نفسها تلبس قطن، ده أحسن ملابس اللي هي القطن، فكده هيكسبوا أكتر. طب وإيه كمان؟ رقم 2، تقليل الاستيراد من الخارج وتشجيع الصناعات الوطنية وتحقيق فائض للتصدير وتوفير العملات الأجنبية. هم لما يصنعوا المنتجات بتاعتهم هيقللوا الاستيراد من الخارج، وكمان هتشجع منتج بلدك ويكون عندك فائض للتصدير، تصدر بقى وتاخد عملات أجنبية، يعني الاقتصاد بتاعك يكون 100 ومعاك عملات أجنبية. ده ايه الجمال ده؟ ورقم 3، زيادة القدرة الصناعية للدولة يعمل على زيادة قوتها العسكرية. كل ما الدولة تشتغل بالصناعة هتكون دولة قوية، فتقدر في المستقبل تصنع أسلحتها، ولما الدولة تصنع سلاحها بنفسها ده كده بقى عدت، بقت دولة جامدة جدا. ورقم 4، قدرة القطاع الصناعي على توفير فرص عمل، وبكده هتقلل مشكلة البطالة اللي بتعاني منها الدول النامية بسبب الزيادة السكانية. ده كده الصناعة حاجة جميلة جدا جدا للدول النامية. طب هل بقى الدول النامية لما تبتدي تشتغل بالصناعة الدول المتقدمة هتقعد ساكتة كده وتسيبهم ومش هيحصل مشاكل خالص؟ لا طبعا. ازاي؟ ده هيحصل مشاكل. تعالوا بقى نتكلم على المشاكل دي، وهنقول عليها معوقات الصناعة في الدول النامية، وهي بتنقسم إلى نوعين. النوع الأول معوقات داخلية، يعني من جوه البلد النامية. رقم 1، قلة رؤوس الأموال الوطنية، يعني الدولة تكون فقيرة معهاش فلوس تمول المشاريع بتاعتها. ورقم 2، ضعف كفاءة الأيدي العاملة ونقص الخبرات الفنية. العمال مش شاطرين قوي وما عندهمش خبرة في استخدام الآلات الحديثة. ورقم 3، استخدام وسائل تكنولوجية قديمة في الإنتاج، يعني بيستخدموا آلات قديمة قوي. طب وده بيعمل إيه؟ ده بيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة. لما المصانع بتستخدم آلات قديمة ده بيخلي المنتج يتكلف جامد، فبيكون سعره غالي، وكمان الجودة بتاعته مش قد كده، فبتكون المنتجات المحلية غير قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية المستوردة. ده كده المعوقات الداخلية اللي من جوه الدول النامية. تعالوا بقى نتكلم على المعوقات الخارجية. أكيد طبعا اللي هيعملها الدول المتقدمة. طب زي إيه بقى المعوقات دي؟ رقم 1، الممارسات التجارية للدول المتقدمة. بتعمل إيه بقى الدول المتقدمة؟ ما أنا قلت لك مش هيسكتوا، حيث تتبع اسلوب حماية منتجاتها عن طريق فرض التعريفات الجمركية على واردات الدول النامية. بمعنى الدول النامية تشتغل في الصناعة وتعمل منتج تبيعه بقى وتصدره للدول المتقدمة وسعره يكون رخيص، فالدول المتقدمة تفرض على المنتجات دي تعريفة جمركية اللي انت بتقول عليها جمارك يعني، فسعرها يبقى غالي فمحدش يشتريها. شفت بقى المشكلة دي؟ طب وايه كمان؟ رقم 2، الضغوط التي تمارسها الشركات متعددة الجنسيات على السياسات الاقتصادية للدول النامية.
الشركات متعددة الجنسيات اللي هي بتكون مثلا مقرها في أمريكا ويكون لها فروع كتير جدا في دول كتير جدا ومختلفة. على سبيل المثال شركة بيبسي، كوكولا، ماكدونالدز ليها فروع كتيرة جدا في كل الدول. فانت بقى لو جيت تصنع نفس المنتج بتاعهم هنا بقى مش هيسكتوا، هيمارسوا عليك الضغوط بتاعتهم، يقولوا لك بص احنا مشغلين عندنا ملايين من الشباب فممكن نقفل. وخلي بقى الشباب دي عندك كده تقول لك عايزين شغل ويبقى فيه بطالة والدنيا تقف وبهدلة بقى، فانت هتضطر تقول لهم لا يا عم انا اسف بعتذر هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. شفت بقى؟ طب وايه كمان؟ رقم 3، المعونات والاتفاقيات التجارية التي تعيق التنمية في الدول النامية. الدول المتقدمة تيجي تديك معونة، مساعدات مالية يعني اللي انت بتسمع عنها في الاخبار، او ممكن تعمل معاك اتفاقيات تجارية. طبعا الطرفين هيستفيدوا بس الاستفادة الاكبر هتكون للدول المتقدمة. ليه بقى؟ نظرا للشروط التي تفرضها الدول المقدمة للمعونات والتي قد تصل الى حد المساس باستقلال وسيادة الدولة. انت محتاج فلوس وهم هيدوك مساعدات مالية بس مش لله، امال ايه؟ ده هيقولوا لك ما تصنعش بقى الحاجة اللي احنا بنعملها دي عشان هنيجي نبيع المنتجات بتاعتنا عندكم. فانت عشان محتاج فلوس فهتقول له ماشي حاضر وهتبقى طيب خالص وتسمع الكلام. طب وايه كمان؟ رقم 4، الدول النامية معظمها فقيرة معهاش رأس مال، فبتروح تعمل ايه بقى؟ قروض أجنبية عشان تعمل بقى بالفلوس اللي هتاخدها قروض تعمل بيها بقى مشروعات ومصانع وشركات. طب وبعدين؟ طب ما دي حاجة حلوة؟ لا مش حلوة. رغم ان القروض تفيد اقتصاديات الدول النامية الا ان زيادتها في العقد الاخير زيادة كبيرة ادى الى وجود اثار عكسية على عملية التصنيع، يعني سببت ضرر. طب ليه بقى؟ ده احنا خدنا فلوس عملنا بيها مشروعات بسبب عجز الدول عن سداد اعباء الديون. يعني مثلا لو انت خدت قرض مليون مش هتسدده مليون، ده هينزل عليه فوائد اللي هي الربا، فهتسدده في النهاية على أقساط ويكون الإجمالي 3 مليون، يعني القرض بالفوائد بتاعته، وكل ما تتأخر في السداد الفوائد بتزيد. فتخيل بقى لو انت واخد بقى مبلغ ضخم جدا هينزل عليه فوائد ضخمة جدا، وده هيسبب عجز الدول عن سداد أعباء الديون، فالدول النامية تفضل مديونة وبكده هيحصل لها مشكلة. بعد بقى ما انت عرفت المعوقات الداخلية والمعوقات الخارجية للصناعة في الدول النامية، نطلع بإيه بقى من الكلام ده كله؟ نستنتج مما سبق أن إيه بقى؟ عملية التصنيع والتنمية الصناعية في الدول النامية صعبة ومكلفة بسبب المعوقات التي تعاني منها. زي ما انت شفت كده عندهم معوقات داخلية ومعوقات خارجية، فالموضوع صعب جدا. طب يعني يعملوا ايه؟ يعني يسكتوا وما يفكروش في الصناعة ويخلوا الدول المتقدمة هي اللي تصنع بس؟ لا، لازم نفكر في حل. وهنا تظهر الحاجة الى ايه بقى؟ حلول. زي ايه؟ التخطيط الصناعي كأسلوب علمي منظم لتوزيع الموارد وتوجيه النشاط الصناعي بقطاعاته المختلفة. نحط خطة بأسلوب علمي، يعني الموضوع يكون مظبوط، علماء اللي عاملينه، ونبتدي بقى ننفذ الخطة. طب وايه كمان؟ التدخل الحكومي كأداة لضمان تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف المقررة. وارد جدا ان حد ما يلتزمش بالخطة ويبوظها، ما العلماء مش هيعرفوا يعملوا له حاجة. فنعمل ايه بقى؟ فلازم الحكومة تتدخل بقوتها عشان الخطة تتنفذ والأهداف تتحقق. طب وايه كمان؟ مساعدة المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية واختصارها اليونيدو، والتي تعمل على مساعدة الدول النامية والفقيرة لتنمية القطاع الصناعي بها. بس خليك فاكر انا قلت لك اي حد هيساعدك من بره هيكون له مصلحة. تمام؟ تعالوا بقى نتكلم على منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اللي اختصارها اليونيدو. ده بتعمل ايه بقى؟ ما انا هقول لك كل حاجة. بص بقى، المنظمة دي تم تأسيسها في نوفمبر عام 1966، يعني تقدر تقول كده داخلة في 60 سنة، ومقرها مدينة فيينا عاصمة دولة النمسا في أوروبا. طب ايه أهدافها بقى؟ ليه عاملينها أصلا؟ رقم 1، دعم التنمية الصناعية المستدامة، يعني انت تصنع وتحافظ على الموارد والبيئة في نفس الوقت. الكلام ده في الدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير التي تمر بمرحلة انتقالية. الدول النامية عرفناها اللي هي الدول اللي على قدها خالص ولسه بتقول بسم الله وبادئة في الصناعة. انما الدول ذات الاقتصاد المتغير اللي هي بتكون لسه طالعة من الاحتلال وعاملة استقلال، او لسه طالعة من حرب، او لسه طالعة من ثورة، فالدنيا عندها زيرو خالص، فمحتاجة حد ياخد بايديها كده ويساعدها، فبنقول عليها بتمر بمرحلة انتقالية. ورقم 2،
دعم وتمويل مشروعات التنمية الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم. واحد بيعمل مشروع صغير، ورشة مثلا أو مصنع صغير، فهم يساعدوه. طبعا مش هيروحوا له شخصيا، يعني هو مش مشهور، هم هيدوا فلوس للحكومة والحكومة هي اللي تساعده. ورقم 3، استثمار القوة المشتركة للحكومات والقطاع الخاص لتشجيع الإنتاج الصناعي. افتكر بقى، قلنا قبل كده عشان تحصل تنمية لازم القطاع العام اللي هو الحكومة يشارك القطاع الخاص اللي هم رجال الأعمال. فمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اللي هي اليونيدو بتساعد الموضوع ده إنه يحصل ويتم، لأن ده بيشجع الإنتاج الصناعي. وكمان إقامة شراكات صناعية دولية بتشجع الدول تشترك مع بعض وتعمل مشروعات مشتركة، كل ده في صالح الصناعة. بس كده، تعالوا بقى ناخد سؤالين نحبس بيهم ونكمل مرة تانية. أي مما يأتي يعد من المعوقات الداخلية التي تواجه الصناعة بالدول النامية؟ طبعا احنا عرفنا المعوقات الداخلية، تعال بقى ندور عليها في الاختيارات. ألف، نقص الاستثمار المحلي. ليه بقى؟ الاستثمار المحلي يعني الناس اللي جوه البلد معهاش فلوس، وفعلا ده من المعوقات الداخلية اللي هو قلة رؤوس الأموال الوطنية. معنى كلمة محلي يعني وطني. إنما ب، نقص الاستثمار الأجنبي، ده من بره البلد، لا طبعا. وجيم، نقص المواد الخام، لا طبعا، الدول النامية عندها مواد خام فتبقى غلط. ودال، التبعية السياسية للدول المتقدمة، برضو غلط، ده من خارج الدولة. تعالوا بقى نحل سؤال كمان. يعد أكثر العوامل مساهمة في بقاء العديد من الدول النامية بعيدا عن الصناعات المتطورة ايه أكتر حاجة عطلت الدول النامية إنها ما تشتغلش بالصناعات المتطورة؟ يلا بينا على الاختيارات. ألف، ندرة المواد الخام، لا طبعا غلط، الدول النامية فيها مواد خام. طب ب، ضعف الأسواق، لا، عندهم ناس كتير جدا، يعني في أسواق كبيرة. طب جيم، وقوعها تحت الاحتلال. الدول النامية لما كانت تحت الاحتلال فكان الاقتصاد بتاعها عبارة عن حاجتين، يا إما اقتصاد زراعي تزرع بس، أو اقتصاد استخراجي تستخرج المعادن والبترول وتوديه على الدول اللي هي محتلاها، عشان هم طبعا دول متقدمة فيشتغلوا بقى بالصناعة، وبعد ما يصنعوا يبيعوا المنتجات بتاعتهم في الدول اللي محتلينها. إنما دال، حجم الأيدي العاملة، لا طبعا، الدول النامية فيها أيدي عاملة كتير جدا عشان عندهم سكان كتير. بس كده، لو انت بقى فهمت اللي فات ده كله فتعالى بقى عشان تحل سؤال الحلقة. توجد علاقة عكسية بين كل من تطور النشاط الصناعي وإيه؟ يعني لما النشاط الصناعي يتطور في حاجة هتقل، إيه هي بقى؟ القوة العسكرية، حجم الصادرات، معدلات البطالة، رؤوس الأموال الوطنية. مستني بقى إجاباتكم في التعليقات. وبس كده أكون خلصت. اللي عنده سؤال أو استفسار اكتبوا في كومنت وارد عليك إن شاء الله، وانتظروني الحلقة اللي جاية بإذن الله. وكان معكم مستر محمد فتحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.